يا جماعة الخير، من أراد أن يكون يومه مباركا فليحافظ على قراءة صفحة من القرآن يوميا، وليحافظ على أذكار الصباح والمساء. يقول البعض إن أذكار الصباح والمساء طويلة، تحتاج إلى نصف ساعة بعد الفجر ونصف ساعة بعد العصر، وأنا وقتي ضيق، وقتي مشغول، ليس عندي وقت. أنا أقول لك ليس شرطا أن تقول جميع أذكار الصباح والمساء الموجودة في الأوراق المنتشرة بين الناس حاليا، بل يصح الاكتفاء بذكر واحد أو ذكرين. يعني أذكار الركوع الواردة في كتب السنن كثيرة، هل يجب عليك أن تقول جميع أذكار الركوع في ركوع واحد؟ طبعا لا. وكذلك أذكار السجود الواردة كثيرة، هل يجب عليك أن تقول جميع أذكار السجود في سجدة واحدة؟ طبعا لا. كذلك أذكار الصباح والمساء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. يا جماعة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس يوميا نصف ساعة بعد العصر يقول أذكار الصباح والمساء، يقول مثلا 13 ذكرا. هذا لم يثبت عن النبي، إنما هي روايات عن الصحابة، صحابي يقول رواية وصحابي يقول رواية. جاء العلماء بعد ذلك فجمعوا هذه الروايات وقالوا هذه أذكار الصباح وهذه أذكار المساء. أنا لا أهون من أذكار الصباح والمساء، بل أنا أريد أن أقوي الضعيف الذي ليس عنده وقت، لأن البعض يقول أنا أقولها كاملة أو أتركها كاملة. هذا الذي ليس عنده وقت أنا أقول لك لا، بل كن وسطا، قل ذكرا واحدا أو ذكرين. يعني من قال 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يحفظ من المساء حتى الصباح من الشياطين ومن السحر ومن الحسد. ومن قالها في الصباح يحفظ حتى المساء. يا جماعة، الناس حاليا أصبحت ضعيفة وأصبحت مشغولة، ليس عندها وقت، وديننا دين يسر. إذا كان ليس عندك وقت فاكتفي بذكر واحد أو ذكرين. وكذلك هذا الكلام ينطبق على أذكار النوم. لو قرأت آية الكرسي فقط عند النوم فقد قمت بأذكار النوم. ديننا دين يسر. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا بيني وبين التشدد حساسية، بيني وبين التشدد حواجز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وفي النهاية الدين حاليا يا جماعة أصبح حي عند الناس، فالرجاء انشروا دين الله عز وجل، انشروا دين الله عز وجل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على صفحتك الشخصية، على حسابك الشخصي. انشر، فالدال على الخير كفاعله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.